أبو تريكة بيتحدث عن آخر مستجدات ملف زيزو ويؤكد. تحدث محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن آخر مستجدات الموقف الخاص بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك. اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وسط حالة كبيرة بعد دخول النادي الأهلي على الخط بصورة كبيرة. ليتحدث أبو تريكة عن جديد هذا الأمر، حيث أكد أبو تريكة في تصريحاته إن الزمالك تواصل مع نجم من نجوم النادي السابقين للحديث مع زيزو لإقناعه بالتجديد للزمالك، وهنا اللعب بيكون على عاطفة اللاعب. وأكد أن زيزو يتحدث دائما مع عمرو الجنايني، واللاعب وافق على جلسة مع الإدارة، وقد تكون هذه الجلسة قريبة ولكن الأفكار غير محسومة. أبو تريكة أكد وهذا شيء معروف أن والد اللاعب يريد أن يلعب نجله للنادي الأهلي، ولكن يوم بعد يوم تتزايد فرصة زيزو في البقاء في نادي الزمالك. وأكمل تريكة تصريحاته: الأهلي على حق لأنه يتفاوض مع اللاعب ينتهي تعاقده بعد شهرين، وأيضا زيزو لم يخطئ كونه عقده انتهى، والعالم كله يسير بهذه الطريقة. وعلق أيضا محمد أبو تريكة على تصريحات ميدو، حيث قال: ميدو عايزنا نقتنع ان في 2 من لاعيبة الاهلي كلموه انهم عايزين يروحوا الزمالك. فعلا حلم اي لاعب في تحقيق كأس الرابطة مع اكبر قلعة رياضية في مصر الموسم اللي جاي اهم بكتير من المشاركة مع الاهلي في كأس العالم للأندية في مباراة افتتاحية فيها ليونيل ميسي. واكمل تريكة: في ناس لما بتتكلم بالليل ممكن ما تبقاش مدركة هي بتقول ايه، الناس دي كلامها مش متزن، فناخد بالنا من اي كلمة بتتقال. فكرة انك جامد وقوي ومعاك شيكات وتقدر تعمل وتعمل حقك، بس اعمله في فرقتك. وبعدين هو اللي عاوز يعمل حاجة بيقولها، ما بيعملها من غير ما يقولها. اللي عنده الشجاعة ويجيب اي صفقة من الاهلي يعملها من غير ما يتكلم، ولكن الكلام الكتير نهايته صفر كبير.